في مهرجان بيتعمل في اليابان هيعجبك قوي. المهرجان ده عبارة عن ايه؟ اسمه ناكيسومو او ناكيزومو على حسب هما بينطقوها ايه، مش عارفة. المهرجان ده مين اللي بيكسب فيه؟ بيجيبوا طفلين، والطفل اللي بيعيط بصوت اعلى هو اللي بيكسب. الموضوع ده بالنسبة لهم بيقولوا ان هو بيدل على ان بقاء الطفل بيجيب لهم الحظ والسعادة. بيعملوه كل سنة في المعابد بتاعتهم، بيجيبوا المصارعين السومو، وكل واحد منهم بيمسك طفل، والطفل اللي بيعيط اكتر من التاني هو اللي بيكسب. بيعتمدوا فيه على المثل بتاعهم ان الطفل اللي بيبكي بيكبر اكثر سعادة واكثر حظ، وبيعتبروا ان الطفل اللي بيعيط ده بيطلع الطاقة السلبية وبيبقى مستقبله افضل في المستقبل. لو انت طفلك بيعيط بصوت عالي، فطفلك هيكسب في المسابقة دي. قوليلي في الكومنتس اذا كان طفلك ممكن يكسب ولا لا. انت عارفة ان الاهل بيتسابقوا ان هم يسجلوا في المسابقة دي ان كل مصارع من مصارعين السومو بيمسك طفل من الاطفال، وبيتسابقوا كمان ان هم يخلوا طفلهم يعيط باي طريقه عشان يفوز في المسابقه دي. لو انت عندك نقد على الموضوع ده، انا عايزه اقولك ان المصارعين دول مدربين على الموضوع ده، والموضوع ده بيعتبروه موضوع امن جدا، وواخدين بالهم وعارفين ان الطفل مش هيأذوه ومش هيوصلوه لمرحله ان هو يوصل فيها البكاء غلط عليه. الموضوع كله مجرد تراث عندهم، وهم بيحترموا الموضوع ده. حتى المنظمات العالمية اللي اتكلمت في الموضوع ده هم ردوا وقالوا ما تقلقوش ان الموضوع امن جدا. طب ايه رأيي انا بقى كطبيبة اطفال في الموضوع ده؟ انا شايفة ان لو الطفل صحيا كويس وبيعيط عياط طبيعي، انا ما بحاولش اعمل ستيميوليشن للعياط ده بحاجة تضره، فعادي مش مشكلة. انما لو الطفل عنده مشاكل مزمنة ما ينفعش يشترك في حاجة زي دي، عنده مشاكل تنفسية ما ينفعش يشترك في حاجة زي دي، عنده اي مشكلة صحية الحاجة دي هتبقى مضرة له. واعتقد هم عاملين الاجراءات بتاعتهم انهم بيبقوا عارفين ايه الطفل اللي ينفع يسجل في مهرجان زي ده، وايه الطفل اللي ما ينفعش يسجل فيه. واعتقد كل ثقافة معينة للطفل بتختلف من مكان لتاني، ففي بعض الثقافات بتعتبر البكاء الطفل ده حاجة مش كويسة، وثقافات تانية بتعتبر ان هي بداية جديدة وصحة سليمة للطفل. فاحنا بنحترم كل الثقافات ما عدا الحاجات اللي ممكن تأذي الطفل. ما تنسيش تقوليلي اذا كنتي ممكن تسجلي في حاجة زي دي ولا لا. لو كنتي في اليابان قوليلي طفلك هيكسب ولا لا.